السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. هنعمل معاكم النهاردة طريقة عمل المبكبكة الليبية او المكرونة الليبية على الطريقة الاصلية. هي في كل منطقة في ليبيا بتتعمل بطريقة مختلفة. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. معايا حلة على النار هنحط فيها 3 معالق من الزيت، وهننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة تقطيع متوسط. ومعايا هنا بقى الخضار بتاعي، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. الفلفل طبعا يا جماعة الانواع التانية دي اختياري، هو الاصل بتاعها الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر اللي هو الحراق او الفلفل المشطشط. وطبعا احنا مش هنعمله، طبعا احنا ما بنحبش الحر فهنعمل بالفلفل الرومي العادي. نزلت بالبصلة بتاعتي خدت تشويحة، وبعد كده نزلت عليها بالفلفل بتاعي، هدوله تشويحة بسيطة كده مع بعض لعند ما يدبل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ ان انا انزل. انا هعملها بطريقة جديدة، هعملها بالفراخ مش هعملها باللحمة. هنا معايا صدر فرخة متقطع مكعبات، نزلت عليه اصل البهارات بتاعتها، معلقة كركم كبيرة، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة ريحان. لو ما عندكيش ريحان عادي استخدمي النعناع عادي المجفف. نزلت عليها شوحتها كويس لعند ما خدت تشويحة مع البصل والفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت عليها ب4 كوبايات من عصير الطماطم. هبدأ ان انا اغطي عليها واسيبها لعند، طبعا انا ملحتها يعني حطيت لها الملح بتاعها. هغطي عليها واسيبها لعند ما تتسبك معايا والفراخ بتاعتي تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بعد ما الفراخ بتاعتي استوت والطماطم بتاعتي اتسبكت، بدأت ان انا ازودها بكوباية كبيرة من المية. وطبعا المكرونة بتاعتي لازم تكون من المكرونة الصغيرة، اصغر حاجة في المكرونة. ما ينفعش تعمليها بمكرونة كبيرة، لازم افضل حاجة ليها المكرونة الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده. لو في نوع اصغر من ديت يبقى افضل كمان. هنا هديلها تقليبة مع بعضها كده. ولازم يكون مستوى المية بتاعي او مستوى الصلصة يكون اعلى من مستوى المكرونة بتاعتي بحوالي 3 سنتي كده. فاحنا هنزود المية بتاعتنا وتكون مية مغلية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنديلها تقليبة، وما بين كل شوية والتانية كده هنبدأ ان احنا نقلبها تقليبة عشان طبعا ما تلزقش معايا في الحلة من تحت. المبكبكة يا جماعة ممكن تتعمل بالفراخ، وممكن تتعمل باللحمة، وممكن تتعمل بالخضار، وممكن من غير اي حاجة خالص. ممكن تعملوا المبكبكة يعني تنفع لكل الناس، وكمان ممكن تعمليها من غير تكلفة خالص. طبعا المبكبكة لازم تكون مشطشطة، بس انا هنا ما بحبش الشطة فاكتفيت بالفلفل الرومي. فانت عادي لو بتحبي الفلفل الحراق يبقى افضل لها، دي الطريقة الاصلية بتاعتها. انا ما بين كل شوية والتانية بقيت اقلب فيها طبعا عشان ما تلزقش في الحلة لعند ما وصلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي بتبقى 3/4 سوا، وبتكمل سواها طبعا في السخونية بتاعتها. هنا كنت بغرف بقى الشكل النهائي بتاعها وبوريكم الشكل بتاعها. ما شاء الله الشكل بتاعها غني عن الكلام وغني عن التعريف خالص. والريحة بتاعتها خطيرة، وقطع الفراخ مستوية، وهي طبعا استوت في السخونية بتاعتها. الطعم بتاعها خطير. طبعا يا جماعة برضو نسيت اقول لكم ان اصل المبكبكة دي زيت الزيتون، يعني لازم تعمليها بزيت الزيتون. لو انت ما بتحبيش زيت الزيتون زي كده عادي اكتفي بالزيت النباتي وبتبقى جميلة برضو. جربيها بس بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله مش هتندمي. طبعا المكرونه بتاعتي مستويه ومفلفله، وقطع الفراخ كمان مستويه، وريحتها وطعمها تحفه، واكله سهله وبسيطه ومش مكلفه. وكمان دي اسمها اكله الحله الواحده، مش هتهلك معاكي او مش هتستخدمي حلل كتير يعني. لو وصلنا لعندي هنا من الفيديو لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.